وسط استمرار بلوكاج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، دخل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت للمرة الثانية على التوالي على خط الأزمة لاستعادة مسار الحوار بين الحكومة والنقابات. وكشفت مصادر صحفية تفاصيل لقاء الفتيت مع الأمناء العامين للنقابات بعدما استدعاهم صباح اليوم. وأوضحت ذات المصادر أن لقاء اليوم طلب فيه الفتيت من النقابات تدقيق مطالبهم ووعدهم برفعها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل أن يلتقي بهم في لقاء جديد لتقديم رد الحكومة على ملفهم المطلوب. وحسب ذات المصدر فإن وزارة الداخلية اتصلت يوم الأربعاء بالأمناء العامين للنقابات للقاء مستعجل مساء اليوم مع وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت حول الحوار الاجتماعي. ووسط حالة البلوكاج التي تعرفها جولات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، خرج وزير الشغل والإدماج المهني محمد ياسين قبل أيام قليلة للتعبير عن حسن نية الحكومة في إنجاح جولات الحوار، معترفا بدور النقابات في تدبير تطلعات الشغيلة. وقال ياسين في كلمة له قبل أيام قليلة خلال الندوة الختامية للبرنامج النهوض بالحوار الاجتماعي في الحوض الجنوبي للمتوسط بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي ببروكسل، إن الحكومة عازمة على مواصلة الجولة الحالية للحوار الاجتماعي وإنجاحها مع الشركاء الاجتماعيين، وعيا منها بتعزيز دور المركزيات النقابية كشريك أساسي ودعما لدورها كوسيط مسؤول في تدبير تطلعات الشغيلة وتعزيز قدرتها الشرائية مع مراعاة تنافسية المقاولة والإكراهات والتوازنات المالية للدولة وإقامة التوازن الصعب. وأشار يتيم إلى أنه واستجابة للتوجيهات الملكة في خطاب الملك في ذكرى عيد العرش والتي ركز فيه على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، داعيا الفرقاء الاجتماعيين إلى الإسراع بالحوار الاجتماعي وإلى استحضار المصلحة العليا والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشيعية لطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص، فإن الحكومة ستواصل سعيها لإنجاح جولة الحوار. يذكر أنه بعد فشل الحكومة في تقديم عرض اجتماعي جديد ينقذ الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف لتجاوز البلوكاج الذي يعيشه منذ أشهر، لا زالت الحكومة تحاول إرضاء النقابة وجرها مجددا إلى طاولة الحوار لتوقيع اتفاق جديد. وعن فشل الجولة التفاوضية السابقة يقول سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إن أطراف الحوار متعددة ولا يجب أن تتحمل الحكومة لوحدها مسؤولية التعطل، معتبرا أن تعدد المخاطبين في الحوار هو سبب تأخر توصل الاتفاق.